فهذه الأحاديث كسابقتها في بيان فضيلة المحبة في الله والتواصل بين المتحابين في الله جل وعلا لتوثيقها وتثبيتها وتحصيل ثمراتها المباركة وفوائدها العاجلة والآجلة. فالحديث الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبرائيل عليه السلام أن يزوره أكثر من الزيارات المعتادة، فأخبره جبرائيل عليه السلام أنه الأمر إلى الله جل وعلا، وأنهم ما يستطيعون الزيارة إلا بإذن من الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ففي هذا الحديث الدلالة على فضيلة زيارة المتحابين بعضهم لبعض وطلب بعضهم من بعض الزيارة في الأوقات المناسبة والأحوال التي تقتضي هذا للاستكثار من ثمرات الإيمان والمحبة ولتوثيق الصلة ولتحصيل الأجور العظيمة. إن الله يحب المتزاورين، وإن الله تعالى يجعلهم من أهل كرامته، وأن الله تعالى يدخلهم الجنة، وأن الله تعالى يجعلهم على منابر من نور في الجنة يغبطهم على ما هم عليه من المكانة والقرب من الله جل وعلا، حتى من هو أعلى منهم درجة لعظم ما أعطاهم الله جل وعلا. متزاورون على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فهذا دليل على فضيلة التزاور في الله جل وعلا بين المتحابين.